المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها إصابتان جديدتان بكورونا في البلاد. إنجاز أعمال فعالة لضمان صحة المواطنين في شمال البحر الأحمر. بحوث للتعرف على الأمراض التي يسببها البعوض في 6 سنين. جيش الكونغو يقول أن ميليشيا إسلامية قتلت 20 شخصا شرق البلاد. إيران توافق على طلب وكالة الطاقة الذرية الدخول إلى موقعين نوويين. إصابة الجنود الأمريكيين في تصادم مع مركبات روسية في سوريا. أهلا بكم مشاهدينا. إعلام وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات التي أجريت أمس 26 من أغسطس أظهرت إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا كانا في مركز العزل بمنطقة أديبرا بعد قدومهما من السودان. في غضون ذلك تعافى 8 مواطنين من فيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات إقليم غاشبركا وسرحوا إلى منازلهم، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 317 مريض، شوفي منهم 284 ولا يزال 33 منهم يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من أغسطس 2020. تشهد منطقة شرق أفريقيا انتشار أسراب الجراد الصحراوي المتنقل الذي دخل أخيرا إريتريا بكميات محدودة، ومع وجود القلق من انتشار أكبر وتكاثره داخل البلاد. وقد وجهت وزارة الزراعة دعوة للمواطنين لتوخي الحذر من هذه الآفة الزراعية. مزيد من التفاصيل بصوت الزميل نصر الدين عبد الرحمن. كما تم توضيحه مرارا فإن انتشار أسراب الجراد الصحراوي في شرق إفريقيا يتواصل بصورة مقلقة، وتبين توقعات الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار بغزارة، ويعتبر هذا عاملا مواتيا لتكاثر الجراد. إن أسراب الجراد التي ظلت تتنقل في شمال وشرق الصومال وشرق إثيوبيا وكذلك في اليمن بدرجات متفاوتة بدأت الظهور خلال هذا الأسبوع في إقليمي الجنوب وشمال البحر الأحمر في البلاد. وعلى هذا الأساس تم حتى الآن السيطرة على أسراب الجراد التي انتشرت في مساحة تقدر بحوالي 170 هكتارا في إقليم شمال البحر الأحمر، فيما لا زالت أعمال رش المبيدات متواصلة. ووضعا في الاعتبار للمناخ الملائم وانتشار أسراب الجراد في المنطقة، فإن من المتوقع استمرار ظهور أسراب الجراد. وعلاوة على ذلك فإن مكافحة الجراد ستتطلب جهودا أكبر على مستوى البلاد، نظرا لتكاثر الجراد في غير أوانه على سواحل البحر الأحمر وفي بعض مناطق إقليم شمال البحر الأحمر. وعليه تدعو وزارة الزراعة إدارات الأقاليم والجيش والشعب للقيام بالمتابعة الجادة كالعادة، والإبلاغ عاجلا عن أي ظاهرة أسراب جراد لأقرب مكتب لوزارة الزراعة أو الإدارات أو قوات الدفاع. 27 من أغسطس 2020، وزارة الزراعة. شهد إقليم شمال البحر الأحمر هذا العام إنجاز أعمال صحية فعالة تمثلت في صيانة البنى التحتية الصحية وإكمال المعدات الطبية والكادر الصحي. بدوره أدى ذلك إلى ضمان صحة المواطنين. وبموجب المعلومات التي أدلى بها مكتب وزارة الصحة في الإقليم، فإن البرامج المنجزة هذا العام تمثلت في خدمات التطعيم المنسقة للأطفال ما دون 5 سنوات، والرعاية الصحية قبل وبعد الولادة، وتطعيم الأمهات وكذلك الأطفال والشباب، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والنظافة البيئية والوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى صيانة وتوسيع المؤسسات الصحية. وأشارت تلك المعلومات إلى ارتفاع فهم وإدراك المجتمع للطب الحديث، ونتاجا لذلك لا زالت تنخفض ظواهر الأمراض المعدية. كما شهدت الجهود الجارية لمكافحة العمى خلال الأشهر 6 الماضية إجراء عمليات جراحية ناجحة لحوالي 600 مواطن. وأضافت المعلومات أنه في إطار الجهود الجارية لخفض الملاريا إلى أدنى مستوى، وزعت هذا العام الناموسيات لحوالي 5000 من الحوامل، ومقارنة بالعام الماضي فقد انخفضت ظاهرة المرض ب66%. هذا ويوجد في إقليم شمال البحر الأحمر 54 مؤسسة صحية تقدم خدمات ناجعة، منها 4 مستشفيات و10 مستوصف
صحي و24 مركز صحي و12 نقطة صحية بالإضافة إلى 4 عيادات. يقوم مركز الأبحاث في مدينة تيسني بإسهامات للتعرف على الأمراض المنقولة عبر البعوض وسبل مكافحتها. وأوضح مسؤول المركز السيدة عوت مبرهتو أن المركز المقام عام 2000 يقوم بأبحاث حول أنواع بعوض الأمراض الجديدة التي ينقلها، وحقق نتائج إيجابية عبر الخبرة المكتسبة. وأضاف بأن الأبحاث التي يقومون بها تساعد الكادر الصحي وتساهم في مكافحة الأمراض التي ينقلها البعوض. وأشار إلى إجراء دراسات حول 3 أنواع بعوض وأمراض الملاريا والكرفس وحمى الضنك. وقال إن الأعمال التي يقوم بها مركز الدراسات والأبحاث في تيسني هي في إطار جهود مكافحة الملاريا والأمراض الأخرى في البلاد، داعيا المهنيين الصحيين للتعرف على الأمراض الجديدة وتطبيق المجتمع للإرشادات المقدمة. دعا مدير مديرية فورو سيد عثمان عرفة المزارعين لإكمال الاستعدادات والدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه لموسم الزراعة والذي يبدأ في شهر سبتمبر القادم. وحث لدى لقائهم مدراء الضواحي ورجال القرى وممثلي المزارعين من ضواحي زولا وأفتا وحدش وإيرومالي ومالكا وربوبية. دعا أو حث لمنح الأولوية لإصلاح وصيانة المجاري التحويلية والحواجز المائية والبنى التحتية الزراعية الأخرى. من جانبه أشار مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد تسفاي تولدي إلى تجهيز البذور المحسنة لتوزيعها للمزارعين وتقديم الإدارات لطلباتها مسبقا لتوفير الجرارات. وأوضح القيام بالاستعدادات اللازمة والتحرك لمكافحة أسراب الجراد القادمة بأعداد قليلة من دول الجوار، داعيا المزارعين للإبلاغ الفوري عند ظهور الآفات الزراعية. وقال المشاركون في الاجتماع أنهم يعملون لإصلاح البنى التحتية الزراعية التي دمرتها السيول عبر تنظيم النفير، لكن الدمار الكبير الذي لاحق بها يحتاج للدعم الآلي. وتوجد مساحة حوالي 83 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي يتم تنميتها بأمطار موسمي الصيف والشتاء. أفاد مراسل وكالة إيرنا بانهيار قناة إرحا غالي بضاحية بدة في مديرية قلعلو جراء السيول المتدفقة من الهضبة لتلحق أضرارا بالغة ب10,000 هكتار من الأراضي الزراعية. وأضافت المعلومات الواردة بأن السيول المتدفقة أثرت على مصدر مياه الشرب لبلدة بدة حاضرة الضاحية. وأوضح مدير ضاحية بدة بأن المزارعين يقومون بإصلاح الأراضي المنجرفة، إلا أن الأضرار الناجمة عن السيول المتدفقة أصبحت فوق طاقتهم. وأشار المزارعون إلى أنهم يعملون بقوة مسخرين كافة طاقاتهم لصيانة البنى التحتية الزراعية التي لحقت بها الأضرار، لكن ونتيجة للأضرار البالغة يطلبون دعم إدارة الإقليم. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال جيش الكونغو ومسؤول محلي أن متشددين إسلاميين قتلوا 20 على الأقل في هجمات على 3 قرى في شرق البلاد. وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من 3 عقود، أكثر من 1000 مدني منذ بداية عام 2019 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. واكتشف الجيش والسلطات المحلية ضحايا المجزرة الأخيرة في قرى مابسانا ومايتيكي وسايوني على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي غرب مدينة بيني. وتأتي عمليات القتل بعد 3 أيام فقط من قارة مماثلة خلفت 13 قتيلا. وفي أواخر العام الماضي شن جيش الكونغو عملية واسعة النطاق ضد القوات الديمقراطية المتحالفة، ما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد المدنيين تقول الأمم المتحدة أنها قد تشكل جرائم حرب. وافقت إيران على طلب تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر للدخول إلى موقعين نوويين مشبوهين وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عن الوكالة وطهران. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في بيان مشترك أن إيران تتيح طوعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول الموقعين اللذين حددتهم الوكالة، وذلك في تأكيد لما ذكرته رويترز في وقت سابق.
السابق. وجاء في البيان أن إيران تمنح بشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى موقعين تحددهما الوكالة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.